اهلا بيكم، معاكم دينا خلاف من مفاتيح رحلتي. هناخد مفتاح المعلمين والطلبة وازاي نتعامل مع الطلبة والطرق الصحيحة معاهم نعمل ايه. ده بناء على استفسار جالي من معلمة فاضلة ليها كل الشكر والتقدير والاحترام انها خلتني افتح الموضوع ده. هنتكلم، بس هنتكلم بعمق شوية في المشكلة دي، بناء على ان احنا هنتكلم عن العملية التربوية كلها. لما اجي اقول ان انا عايز اعمل عقاب على الطالب، طب ما انا افهم الاول هو السلوك ده نتج بناء على ايه. اتعامل بقى مع السلوك ده وراه ايه في العقل الباطن عندي. فنبدا المنظومه عندي هي كام دايره. عندي دايره الاسره وهي البدايه وهي الاساس والبنيه الاساسيه عندي الاسره وعندي الطالب وعندي المعلم وعندي المدرسه. ناخد الاسره وهي الاساس. يا جماعه انتوا الاساس، الاب والام. انت زرعتك ايه؟ نميت ابنك على اسس وقيم ومعتقدات ايه؟ هل حطيت فيه الحب والتعاون والمودة، ولا حطيت فيه عنف وكره وضرب وهكذا؟ انت اللي بتزرع. وخلي بالكم يا جماعة، ابنك او بنتك هو الصورة بتاعتك بره. يعني احنا ولادنا مؤشر لينا بيقول احنا ايه في بيوتنا. سلوكهم اللي ناتج عنهم ده تربيتنا احنا. فدي صورتي، عايز صورتك تكون عاملة ازاي؟ اكيد طبعا كلنا نفسنا صورتنا تكون حلوة، بناء على اسس هنعملها مع بعض. اول حاجة، هل انا حاطط أسس دينية اللي هي الأساسية في الدين جوه ابني؟ يعني أنا الصلاة، كلام مع ربنا، ده حاجات انت بتبنيها كده من هو صغير، حاجة بسيطة خالص. مش هقولك ان انت لازم تلزمه، لا، ادي بساطة اكتر. حاسسه كده ان ربنا ده معاك، هو يعني بيحبك. فانا بقى هرد الحب ده ازاي بقى؟ ربنا عايزك تكون متعاون، تحب الناس، تحب ان انت تساعد، بتحب يكون في تعاون، في احترام للكبير والصغير. وابدا احط اسس اساسيه لابني، وهي دي الزرعه اللي انا هطلعها، يا اما زرعه صالحه يا اما زرعه فاسده. فلو انا اشتغلت بالاسس الدينيه في البدايه ودخلت حب ربنا جوه قلوبهم بجد، ويكون في علاقه حقيقيه، انا مش هخاف على ابني او بنتي. الموضوع انتهى مهما كان المجتمع اللي هو طالع فيه. انا حطيت اسس معينه. ادي من الاحتياج مش من الفايض. يعني احنا عندنا مشكله، بندي لما بيفيض مننا. ادي من الاحتياج بتاعك، وعلم ابنك ده وحط الاساسيات دي. انا جبت تيشيرت جديد بس عندي تيشيرت قديم فممكن يكون حد محتاجه، ادي هيجيلي. معايا سندوتش وصاحبي جعان، ايه المشكله ان انا اقسم السندوتش ده بيني وبينه؟ علموا الاسس دي في ولادكم، بتفرق انك بتنشأ جيل حقيقي سوي في المجتمع. بعد كده القي المسؤوليه عليه، خليه شخص متحمل المسؤوليه. عود ابنك اول ما يقوم من على السرير يرتب سريره. دي ألف ب. يعني ممكن تقول لي الأم ممكن يعملوا أي حاجة. رتب سريره، عوده على ده. يرتب لبسه، هدومه يطبقها. أي حاجة بالنسبة لك ممكن تشوفها صغيرة بتفرق وبتنمي شخصية سوية وشخصية مسؤولة فعلا عن أي فعل بتعمله. كب حاجة هو اللي يعملها. فلازم أحسسه، لازم يحس إن أي خطأ بيصدر مني انا لازم انا اللي اكون مسؤول ان انا اصلح الغلط ده. فدي اساسيات لازم نتعامل بيها صح. المعلم هو باباك ومامتك، ودي اسس هحطها لابني. ورايح المدرسه مش رايح سجن ومش رايح عقاب ليه. انت رايح المدرسه عشان تتعلم، زي ما بابا اتعلم وماما اتعلمت وطلعوا كذا. ابدا نمي من المدرس ده لكل الحب والاحترام والوقار. مش يجي لي شكوى من المدرسه ان ابني عمل مشكله، اصور على المدرس وعلى المدرسة واسمع من طرف واحد اللي هو ابني، ما اسمعش ودي حق للمدرسة. لا يا جماعة، لازم ادي المدرس صورة حقيقية، اديله هيبته واديله وقاره، وده حقيقة، احنا مش بنجامل، ده الحقيقة. نخش بقى على المدرس. المدرس انت كأب فاضل لأجيال. انت يعني انت مش مدرس، انت مدرس وموجه ومرشد وأب وكل حاجة. فهنتعامل معاك بقى انت اتعاملت ازاي وانت صغير. كان عندك بصمة ايجابية اتزرعت جواك من مدرس عطاك بصمة ان انت تفضل حاطط صورته جواك، ونما عندك حاجة يكون قدوة ليك. ومدرس تاني ممكن قصد او دون قصد حط جواك بصمة مش لطيفة خالص وبصمة سلبية، وخلاك فعلا مش قادر تنسى المدرس ده او فعله معاك. ممكن يكون هز حاجة في شخصيتك، اتعامل معاك معاملة وحشة. ففي الحلو وفي الوحش، والاتنين موجودين جواك ومحفورين جواك. تحب ولادك اللي هم الطلاب بتوعك،
يحطوا اني بصمه جواهم ليك. اكيد البصمه القويه ان انا اكون قدوه ليهم، ان انا اعلم حقيقي وادي بحب، واعلم كل اللي اتعلمته وكل اللي كان نفسي اتعلمه للناس دي، وانشئ جيل حقيقي. انت لان زي ما بنقول انت بتبني اجيال. خلي بالك الطالب اللي في النص ده ممكن يكون عارف اللي هو ايه، ضحيه مجتمع، ضحيه اسره. فاول حاجه هعملها ان انا افهم السيره الذاتيه بتاع كل طالب عندي. يعني انا مش مجرد ان انا اعرف اسم واعرف ده بابا شغال ايه، لا، اعرف السيره الذاتيه الحقيقيه للطالب ده جوه بيته. هل باباه ومامته مع بعض تربيه سويه وايجابيه، ولا منفصلين؟ هل اتربى في وسطهم، ولا اتربى عند الخال او الخاله او الجد، ايا كان بقى. ابدا اعرف السيره الذاتيه للطالب اللي عندك، وكل طالب تفرق كتير. فلما ينتج عندي سلوك عدواني او حد مشاغب في الفصل، هو السلوك ده نتج بناء عن المشاغب ده عندك هو فاقد الثقة، وعايز يظهر نفسه لانه مش ظاهر، فاقد حاجات كتير موجودة عنده. فلما ابدا افهم التربية والنشأة الحقيقية والصحيحة للطالب ده، هبدا افهم السلوك ده صادر عنده بناء على ايه. هتقبل السلوك على فكرة. واهم حاجة بقى، حط النية الحقيقية ان انت فعلا ناوي انك تربي جيل سوي. والنية دي لما بتحطها فعلا قدام ربنا، انسى، انت هتلاقي ربنا هو اللي بيعينك، هو اللي بيسهل لك، هو اللي بيساعدك انك تعمل حاجه. انت بس ارميها عليه كده، حط النية وارمي بقى على ربنا، وشوف هيشتغل معاك ازاي، وشوف انت ربنا هيبارك لك في حياتك ازاي. خلي بالك انت ممكن تكون سبب انك تنشئ حد سوي جدا، وحد يطلع حاجة كويسة جدا في المجتمع. ممكن أكون سبب وأكون عقبة في حياة حد، وللأسف الشديد يختار طريق تاني خالص. فيا جماعة، المعلم ليه كل الحب والتقدير والاحترام والوقار، المعلم ليه كل الهيبة. أشكركم، ويا رب تكونوا استفدتوا. شكرا جدا لكم.